السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يوتيوب، معاكم كابتن سيف ممدوح، أخصائي التأهيل البدني ومدرب شخصي وخريج كلية التربية الرياضية بالإسكندرية، تخصص التأهيل البدني. دلوقتي أنا عرفتكم على نفسي، فأتمنى من الشخص اللي يكون بيتفرج عليا هو يستفاد ولو ب1%. هو ده هدفي الأساسي والأول، إن الناس يكون عندها بعض من الثقافة، والناس تكون فاهمة هي إزاي بتتمرن، إزاي بتاكل، إيه اللي هو بياكله، ايه المكملات الغذائيه دي كلها، ايه الفيتامينز، ازاي اكل، ازاي اخس، ازاي ازيد في الوزن. اكون فاهم حتى لو انت ما قمتش بالمهمه ديت على اكمل وجه، بس انت عندك الاساسيات، انت فاهم، ده في حد ذاته يديك الدافع ان انت تتعلم اكتر. فكل ما تتعلم وكل ما تطبق كل ما تزيد خبره وكل ما توصل لهدف اعلى. هبدأ معاكم ببعض من التعليقات هي اللي هتديني محتوى ان انا اقدر اتكلم عليه. يعني انتوا شوفوا ايه الاخطاء اللي بتقعوا فيها، ايه الحاجات اللي انتوا ممكن مش فاهمينها وعايزين تفهموها. هتكلم معاكم فيها بصورة بسيطة كده ومبسطة، بحيث ان انت المعلومة توصل لك بطريقة كويسة. هبتدي معاكم مع اول كومنت جالي. شخص بيقول: البروتينات الخاصة بالرياضة واللي أغلبها بنلاقيها في الصالات الرياضية الكبيرة هي صحية ولا عندها أضرار؟ أنا مرة شفتها عند زوجي، رميتها، قلت له مضرة، بطل يستعملها. أول حاجة عشان نبقى فاهمين، الواي بروتين أو البروتين الباودر دوت بيبقى هو البروتين اللي أنت بتاكله من الأكل، هو البروتين اللي انت بتاخده من الفراخ او اللحوم، صدور الدجاج، هو البروتين. لكن هو بيكون على هيئة بودر ليكون سهل الامتصاص، وكمان عشان لو انت مش قادر تكمل احتياجك من البروتين من الاكل وخلاص. يعني انت مثلا انا احتياجي من البروتين 200 جرام في اليوم، انا دخلت 160 جرام ل 180 جرام بحد اقصى ومش قادر ان انا اكل تاني، فبدخل ال 20 او ال 30 جرام دولت الباقيين من الواي بروتين. سكوب بيدخل لي 25 جرام بروتين سريع الامتصاص، تشربه خلاص دخلت 25 جرام بروتين. ولكن ما ينفعش ان انا اعتمد على الواي بروتين في احتياجي اليومي كله من البروتين، اكيد، لان البروتين الغذائي اللي بناخده من الاكل في عناصر غذائيه تانية، وفي معادن، وفي كالسيوم، في حاجات احنا محتاجينها، ولكن هو اسمه مكمل بيكمل لنا احتياجنا من البروتين، فلا ضرر ولا ضرار. والبروتين ده اللي من الاكل هو البروتين اللي انت بتاخده من الواي بروتين، مفيش اي مشكله منه. تمام، خش على الكومنت التاني. معلش استوقفني الكومنت ده، يعني بيقول: اشربوا شاي اخضر يرسم الجسم ويحرق الدهون. مبدئيا عشان تكون فاهم ويكون عندك ثقافه، مفيش حاجه اسمها حاجه بتحرق الدهون بشكل مباشر على طول. الحاجه الوحيده اللي بتساهم في حرق الدهون هو عجز السعرات اللي بتعمله. معنى عجز السعرات ان انت بتاكل اكل زياده فبتدخل سعرات زياده، فهو جسمك مش محتاجها. الخلايا في جسمك والعضلات ومخازن الجلايكوجين عندك كل حاجه مليانه، فبالتالي الجسم بيجيله اشاره انا تمام كده استكفيت. فباقي الاكل اللي بيخش اذا كان من بروتين او حتى لو بروتين كمان زياده هيتحول لدهون في جسمك، بروتين، دهون، ايا كان الاكل الزياده، السعرات الزياده اللي في جسمك بتتحول لدهون. طب انا ازاي احرق الدهون ده؟ بتمارين المقاومه وتمارين الكارديو. تمام، ثم الاول قبل تمارين المقاومه وتمارين الكارديو عشان تلاقي نتيجه على طول هو عجز السعرات. انا بحتاج سعرات الثبات بتاعتي 2000 ونص، تمام، في اليوم، انا هنقص 500 عشان انقص الوزن. وطبعا في الاول وفي الاخر دي ارقام، والاهم من الارقام هو شكلك قدام المرايه. يعني انا مشيت على ارقام ومشيت على نظام بسعرات معينه، ولكن شكلي قدام المرايه ما اتغيرش. طبعا هنا في مشكله واحنا ما بناخدش بالنا منها، وما عندناش الثقافه بتاعتها ان احنا بنركز على حاجه اسمها ميتابوليزم، معدل الحرق عندك. كل واحد غير التاني، كل واحد جيناته غير التاني. في جسم دهني، في جسم سكيني فات، او في جسم بيحرق مكنه حرق، ميتابوليزم عنده او معدل الحرق عنده عالي. انا معدل الحرق عندي عالي، انا مهما ازيد انا ناشف، ولكن الزياده بتبقى صعبه جدا معايا. في ناس جسمه نوعه دهني، هو بيزيد مسافه ما يشم الاكل، هو شم اي اكل هو بيزيد في الوزن. انما الاجسام اللي هي حرقها عالي هو مهما كل هو ما بيزيدش بسهوله خالص خالص. فهنا نرجع لنفس النقطة، وهي إن مفيش حاجة بتحرق الدهون غير عجز السعرات اللي إحنا بنعمله في يومنا. إنما تدخل شاي أخضر وتتدخل أي نوع من أنواع المكملات، هي ممكن تساهم بطريقة غير مباشرة في حرق الدهون، إنما طريقة مباشرة على طول في حرق الدهون انسى. كلها ماركتينج وكلها شو وكلها إعلانات لمنتجات هي سوري فيك، ما بتعملش أي حاجة. ما برضو بيقول لي: لو سمحت عروق اليد كيف ابرزها؟ اول حاجه عروق اليد رقم واحد فيها، رقم واحد، وهي الجينات.
الجينات هي الشيء المتحكم في ظهور عروق ايدك وشكلها بيكون عامل ازاي. رقم 2 هي نسبة الدهون في جسمك، ولكن مفيش برضو منتج او مكمل غذائي بيساعد على ان عروق ايدك تظهر بشكل مباشر. تمام، فهي رقم 1 جينات، رقم 2 نسبة الدهون في جسمك. فانت عملت عجز سعرات في مرحلة من التنشيف، بتنشف عشان تبرز عضلاتك وتبرز عروق جسمك وتقلل نسبة الدهون، فعروق جسمك هتبان. انما شيء مباشر لا. في عندنا بعض من المكملات بتخش بصورة غير مباشرة عشان تظهر العروق، زي مكملات البامب، حاجة زي السترولين، ده مكمل غذائي بيساعد على ضخ الدم وتنشيط الدورة الدموية أثناء التمرين، فبيساعد على ضخ دم زيادة، فبيبان إن أنت أكبر حجم وعروقك بتبان إذا كانت هي عروقك موجودة أوريدي. إنما هي لو مش موجودة فهي جينات، ونسبة دهونك عالية فهي برضو مش موجودة. تمام، فمفيش حاجة بنسبة صريحة بتظهر عروق اليد. شخص كاتب فوائد وانواع البروتينات وكيف نستخدمه حسب الاجسام. انا اعتقد ان انا شرحت الجزئيه ديت. فوائد البروتين طبعا هو بيعيد بناء الالياف او الانسجه اللي تم اتلافها من بعد التمرين، وطبعا هو مهم جدا في بناء العضلات ومهم جدا في جسمك عموما بصوره عامه. وكمان اهم بروتين انت المفروض تكون مدخله هو البروتين الحيواني، الاعتماد عليه بشكل اساسي لانه كامل الاحماض الامينيه. تمام، فما تروحش للبروتين النباتي تقول لي انا هدخل كله من بروتين نباتي، لا، البروتين النباتي غير كامل الاحماض الامينيه، ما ينفعش. فعندك البروتين الحيواني كامل الاحماض الامينيه، عندك الاسماك وعندك اللحوم وعندك صدور الدجاج من انظف واحسن انواع البروتين الحيواني، وعندك البيض، بياض البيض بصوره خاصه، عندك الجبنه القريش، التونه، اهم الانواع البروتين. تمام، بس كده دي بعض من التعليقات، واتمنى ما اكونش طولت على حضراتكم وما اكونش يعني سببت حاله من الزهق. اتمنى يكون كل شخص استفاد باي معلومه، يكون وصل ان هو فهم الدنيا ماشيه ازاي. انا بديك البيزك، الحاجات البسيطه خالص بقدر الامكان. عايز اقول لكم على حاجه، وبصراحه انا مش محضر لاي حاجه في الفيديو ده. انا الكومنت اللي هشوفه هطلع اتكلم عنه وادردش عنه، حتى ممكن اقف معاك في الكلام بس هنتخطى الموضوع. لا، اتمنى من ضخ قلبي يعني الاستفادة. واي موضوع واي سؤال خطر على بالك اتمنى تكتبه لي في الكومنتات، واتمنى ما اكونش طولت عليكم، ودعمكم احنا هنكمل بيه فقط لا غير. هو دعمكم اللي انا هقدر اكمل بيه، غير كده يعني هطلع برضه هتكلم بصراحة، عشان لو واحد بس فقط ان هو محتاج او فهم مني حاجة او اتعلم حاجة، ده كفاية عندي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.